لو انت عميل من عملاء البنك الاهلي او بتدور على صناديق الاستثمار في البنك الاهلي، فانا النهارده جاي اقول لك تقسيمه صناديق الاستثمار في البنك الاهلي المصري. انا محمد عبد الله ودي قناتكم اموال وقرار. زي ما احنا قلنا قبل كده، صناديق الاستثمار مقسمينها صناديق اسهم عاليه المخاطر وصناديق نقديه منخفضه المخاطر، وعندنا صناديق متوازنه. يعني ايه متوازنه؟ يعني ما بين الاثنين، كانك مسكت العصايه من النص. هنتكلم على اشهر صناديق في البنك الاهلي المصري النهارده. هنبتدي بالترتيب. الصندوق المتوازن معانا الصندوق الاول في البنك الاهلي المصري. ده صندوق متوازن، يعني متقسم ما بين صناديق اسهم وصناديق نقد. الصندوق ده طبعا الشراء والبيع من خلال البنك الاهلي، فروع البنك الاهلي، او من خلال التطبيق بتاع البنك. الشراء والبيع احنا قلنا قبل كده من ايام الحد الخميس، ايام العمل الرسميه. الصندوق محقق ارباح في سنه 24 32%، سنه 23 محقق 56%. ده الصندوق المتوازن بالنسبه للبنك الاهلي. بعد كده هنخش في الصناديق منخفضه المخاطر. عندنا ثلاث انواع صناديق، ثلاث صناديق منخفضه المخاطر. اول صندوق الصندوق الرابع، الصندوق التاسع، الصندوق العاشر. الصندوق الرابع ده اشهر صندوق. الميزه اللي فيه هو التاسع زي بعض، على فكره الرابع والتاسع زي بعض. بيستثمروا في ادوات الدين او وزن الخزانه، زي ما قلنا قبل كده دول منخفضين المخاطر. الميزه فيهم عن باقي صناديق الاستثمار الموجوده في مصر كلها انه بيوزع عائد تقريبا شهري، وعلى فكره ده حسب رؤيه مدير الصندوق. يعني لو جه النهارده قال مش هنوزع، مش هيوزع. اخر توزيع مثلا للصندوق الرابع موزع 1 12 4 جنيه 75 قرش لكل وثيقه. الصندوق الرابع والتاسع زي بعض. بحقق السنه اللي فاتت 19% ربح، السنه اللي قبليها 21%. الصندوق العاشر زيهم بالظبط، بس الاختلاف انه ما بيوزعش حاجه كل شهر. مكسبك في زياده سعر الوثيقه. يعني حضرتك اشتريتها النهارده ب 100، مكسبك لما تيجي تبيع بعد سنه، بعد شهر، بعد اتنين بقت 102، بقت 105، بقت 110. مكسبك كده، مفيش حاجه توزيع شهري. النوع الثالث من الصناديق صناديق الاسهم. صناديق الاسهم صناديق عاليه المخاطر. نسبه الاستثمار في الاسهم في البورصه المصريه 95% بالنسبه للصندوق. اشهر صندوق الصندوق الثالث والصندوق السادس. هنتكلم على الصندوق الثالث. صندوق اسهم عادي جدا، مستثمر في البورصه، محقق ارباح السنه اللي فاتت 32% بالظبط، 31.8. السنه 23 محقق 64%. ده صندوق اسهم عادي. الناس اللي عايزه حاجه متوافقه مع الشريعه الاسلاميه، عندنا الصندوق السادس. الصندوق السادس من البنك الاهلي المصري. ده صندوق اسهم متوافق مع الشريعه الاسلاميه. الصندوق كل الصناديق اللي احنا قلنا عليها دي هيبقى التعامل من خلال فروع البنك او من خلال التطبيق. الصندوق ده محقق كام السنه اللي فاتت؟ الصندوق السادس في البنك الاهلي المصري محقق السنه اللي فاتت 32%، سنه 24، سنه 23 محقق 62%. والصندوق السادس له اسم مشهور بيه جدا، اسمه صندوق بشاير، وده صندوق متوافق مع الشريعه الاسلاميه ومشترك ما بين بنك البركه والبنك الاهلي المصري. يعني حضرتك ممكن تشتريه من بنك البركه او من البنك الاهلي المصري. ده ملخص صناديق الاستثمار في البنك الاهلي المصري. اي استفسار عن اي صناديق في اي بنك ابعت لي وانا تحت امرك.